بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. اللهم صل علی و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین. خب کان الکلام بالنسبه الى مبحث النهی او بالنسبه الى حکم التسمیه، حتی نشوف شنو حکمها. خب قرأنا الروايات الناهية عن التسمية. كانت هناك روايات متضافرة تدل على حرمة المعصية وحرمة التسمية، تسميته باسمه الخاص الذي هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم. خب في قبال هذه الروايات كان هناك روايات تدل على أن الأئمة عليهم السلام بأنفسهم، يعني في الواقع في هذه الروايات الإمام لا يقول يجوز. في السابق كان هناك سنة روايات من سنخ القول. السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اما قول المعصوم، اما فعل المعصوم، او تقریره علیه السلام. نعم. خب الرواية الناهية كان من القسم الأول، يعني من باب قول المعصوم عليه السلام. الرواية الثانية يعني الرواية المجوزة يكون من باب فعل المعصوم، وقلنا أن فعل المعصوم القدر المتيقن منه حجة. خب المعصوم بما هو معصوم اذا فعل شيئا، مثلا هنا اذا سمى الامام عليه السلام باسمه الخاص، هذا يدل على ان هذا الفعل ليس بمحرم، والا هذا ينافي اسمته ولا يفعل الحرام. حينما يسمي يعني التسمية جائزة، يعني التسمية جائزة. خب قرأنا روايات هذه الطائفة أيضا، الروايات المجوزة أيضا تكون متضافرة. طبعا لا نحتاج إلى البحث عن إسنادها لأنها متضافرة، نطمئن بصدور المضمون جوازها، يعني فعل الإمام وتسميته عليه السلام للإمام، والقدر المتيقن منه أنه هذا الفعل جائز. خب وصلنا إلى الرواية الثالثة من الروايات المجوزة. خب من نفس المجلد، من بهار، من نفس المجلد، مجلد 51 صفحة 161، نقلا من كتاب كفاية الأثر. خب أن علان الرازي قال أخبرني بعض أصحابنا أنه لما حملت جارية أبي محمد عليه السلام، جارية الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يعني السيدة نرجس عليه السلام، قال يعني قال الإمام عليه السلام للجارية للسيدة نرجس عليه السلام: ستحملين ذكرا واسمه ذكر اسمه الخاص الذي هو محل النقاش، واسمه كذا سماه ميم ها ميم الحرف الأخير، وهو القائم من بعدي، هو يقوم بالأمر بالإمامة من بعدي. خب بالصراحة يذكر. خب الرواية الرابعة من نفس المجلد صفحة 35، نقلا من كتاب غيبة للشيخ التوسي. نعم. عن أبي الجارود، عن محمد بن السناد، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر
عليه السلام عن أبيه عن جده عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر. ماذا قال أمير المؤمنين عليه السلام؟ يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض. خب يصف الإمام المهدي عليه السلام أبيض مشرب همرة مبدح البدر، يصفه إلى أن يصل إلى ها هنا. له اسمان، اسم يخفى واسم يعلن. فأما الذي يخفى فأحمد، وأما الذي يعلن فهذا الاسم الذي هو محل النقاش في جواز تسميته. ميم ها ميم الحرف الأخير. خب باستراحة أمير المؤمنين عليه السلام يذكر. خب كذلك من بهار نفس المجلد صفحة 143 نقلا من كتاب إكمال الدين الدقاق عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن المفضل ابن عمر قال دخلت على سيدي جعفر ابن محمد عليه السلام، دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فقلت يا سيدي لو أهدت إلينا في الخلف من بعدك. من الإمام بعدكم؟ فقال لي يا مفضل الإمام من بعدي ابن موسى، والخلف المأمول المنتظر، إشارة للإمام المهدي عليه السلام، والخلف المأمول المنتظر يسمي باسمه، اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ميم ها ميم الحرف الأخير ابن الحسن ابن علي ابن موسى ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى، بعبارة أشار إلى أسماء جميع أئمة عليهم السلام بهذا الإسناد. خب ذكر أسماء الجميع. اسم الإمام المهدي ابن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى الموسى. قال الإمام من بعدي ابن موسى، بقية إذن في هذا الاسم. خب الرواية السادسة من نفس المجلد من البهار من نفس المجلد صفحة 30 من كتاب تفسير الفرات. جعفر بن محمد الفزاري معنعنا عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى ومن قتل مظلوما، فقد قرأنا هذا الرواية بمناسبة أسماء وألقابه عليه السلام. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. قال يعني قال الإمام عليه السلام الحسين عليه السلام، يعني من قتل مظلوما المصداق البارز، هذا يكون من باب هذا يكون من باب الجر. من قتل مظلوما المصداق البارز له منه الحسين. خب من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني في مقابل واحد مثلا إذا كان بالنسبة يعني بصورة عادية يكون هكذا، بصورة عادية يكون هكذا، في مقابل واحد لا يقتل إلا واحد. خب فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يعني الولي لا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال سمى الله خب منه الولي المنتقم للإمام الحسين عليه السلام الإمام المهدي. قال سمى الله المهدي المنصور بما أنه ولي ومنتقم لجده المظلوم.
علیه السلام. قال سمى الله المهدي المنصور كما سمي احمد و هذا الاسم الذي يكون محل النزاع بالصراحة يسميه كما سمي احمد و ذلك الاسم و محمود و كما سمي عيسى المسيح عليه السلام. خب الرواية السابعة من كتاب البهار مجلد 52 صفحة 16 من كتاب الغيبة للشيخ التوسي. هذه الرواية هامة، دققوا. بعض الجاهلين يتمسكون بهذه الرواية لتقرير جهلهم و ما ذهبوا إليه الذين يدعون أنهم يمانيون. دققوا في هذه الرواية. نعم. خب عفوا تلك رواية أخرى سيأتي، تلك الرواية التاسعة. الآن نحن في الرواية السابعة. تلك الرواية ستأتي. الآن نقرأ الرواية السابعة. خب من كتاب كما قلنا يكون من البهار المجلد 52 صفحة 16 من كتاب نقلا من الكتاب الغيبة للشيخ التوسي. راوي هذا الحديث يكون إسماعيل بن علي، إسماعيل بن أبو علي، أبو سهل إسماعيل بن علي النوبختي. خب قال إسماعيل بن علي دخلت على أبي محمد الحسن بن علي يعني الإمام العسكري عليه السلام في المرضى التي مات فيها وأنا عنده، إذ قال لخادمه عقيد، اسمه خادم كان عقيد، وكان الخادم أسود نوبيا، كان من قبيلتي نوبخت، وكان الخادم أسود نوبيا قد خدم من قبله علي بن محمد يعني والد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهو يعني هذا الخادم رب الحسن عليه السلام، هو قد ربى الإمام العسكري عليه السلام بما أنه كان خادما لوالد الإمام رب الإمام. خب فقال له يعني الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال لخادمه عقيد، فقال له يا عقيد اغل لي ماء بمستكا، مستكا علك، علك رومي يجعلونه في الفم ويضغطون علك معناه بعضه. فقال له يا عقيد اغل لي ماء بمستكا، لا أدري معنى المستكا هذا الذي قلت لكم، ولكن ها هنا اغل لي ماء بمستكا يعني شين كان مراد الإمام سقط ها هنا شيء، سقط من الكلام شيء لا أدري، ولكن معناه هذا لا يكون له يعني ارتباط بما نحن فيه، بما نريد أن نستشهد عليه من تسميته عليه السلام إياه. أغلى لي ماء بمستكا فأغلى له، ثم جاءت به سقيل الجارية، سقيل الجارية أم الخلف عليه السلام. يعني جاءت بالماء المغلي، منو جاء؟
بالماء المغلي. صقيل كان من أسماء السيدة نرجس عليه السلام. صقيل الجارية أم الخلف، أم الإمام صاحب الزمان عليه السلام و عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب فلما صار القدح، قدح الماء في يد الإمام العسكري عليه السلام و هم بشربه فجعلت، خب في المرضة التي مات فيها، يعني حال الإمام لم يكن جيدا، فجعلت يده ترتعد حتى ضرب القدح ثنايا الحسن عليه السلام، حتى ضرب القدح ثنايا الحسن عليه السلام فتركه من يده وقال لعقيد ادخل البيت فإنك ترى صبيا ساجدا فأتني به. يعني الإمام صاحب الزمان عليه السلام. قال أبو سهل، كنية إسماعيل بن علي راوي الحديث، قال أبو سهل قال عقيد فدخلت أتحرى أفحص فإذا أنا بصبي ساجد رافع سبابته نحو السماء، في حال السجده رفع سبابته نحو السماء، فسلمت عليه فأوجز في صلاتي فقلت إن سيدي يأمرك بالخروج إليه إذ جاءت أمه الصغير فأخذت بيده وأخرجته إلى أبيه الحسن عليه السلام. بسرعة جاء الإمام عليه السلام. خب قال أبو سهل فلما مثل الصبي بين يديه سلم وإذا هو دري اللون يصف الإمام عليه السلام وفي شعر رأسه قطة مفلج الأسنان، فلما رآه الحسن عليه السلام بكى فقال يا سيد أهل بيته، خطابا للإمام صاحب الزمان، فقال يا سيد أهل بيتي اسقن الماء. الإمام عليه السلام بنفسه لم يستطع يشرب، جعلت يده ترتعد. اسقن الماء فإني ذاهب إلى ربي. وأخذ الصبي القدح المغلي بالمستكى، المغلي بالمستكى يعني في محل المستكى، نفس الكلام السابق. فأخذ الصبي القدح المغلي بالمستكى بيده ثم حرك الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم حرك الإمام صاحب الزمان شفتيه، يعني كأنه دعا بشيء، قرأ وردا، ثم حرك شفتيه ثم سقاه فلما شربه قال، يعني الإمام العسكري عليه السلام لما شرب الماء قال هيئوني للصلاة، فطرح في حجره منديل فوضعه الصبي، الإمام صاحب الزمان وضع والده فوضعه الصبي واحدة غسل مثلا وجه، غسل اليد اليمنى هكذا، فمسح على رأسي بقدمي فقال له أبو محمد عليه السلام أبشر يا بني فأنت صاحب الزمان وأنت المهدي فأنت حجة الله على أرضه وأنت ولدي ووصي وأنا ولدتك وأنت يذكره باسمه الخاص، ميم الحرف الأخير، وأنت الاسم ابن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت خاتم الأئمة الطاهرين، وبشر بك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسماك وكناك بذلك، اسمك وكنيتك يكون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أهد إلي أبي أن آبائك الطاهرين صلى الله على أهل البيت ربنا إنه حميد مجيد. ومات الحسن بن علي عليه السلام وعليهم السلام من وقته صلوات الله عليهم أجمعين. خب الرواية الثامنة
من البهار من الرواية المجوزة من البهار المجلد 51 صفحه 15 نقلا کتاب اکمال الدین. خب اکمال الدین ماجی لوی عن محمد العطار عن الحسن بن علي النيسابوري عن الحسن بن المنذر عن حمزة بن أبي الفتح عن الحسن بن منذر عن حمزة بن أبي الفتح قال جاءني يوما شنو معنى جاءني يوما؟ ربما المراد هكذا، يعني قال الحسن بن المنذر الراوي قبل الأخير، أي قال الحسن بن المنذر جاءني حمزة بن أبي الفتح الراوي الأخير. الراوي الأخير أو لا، جاءني الذي يقول جاءني هو الراوي الأخير، يعني حمزة بن أبي الفتح يقول جاءني من، يعني مثلا خادم الإمام عليه السلام، شخص كان قد دخل بيت الإمام العسكري عليه السلام. جاءني يوما فقال لي البشارة ولد البارحة في الدار مولود لأبي محمد عليه السلام و امر بکتمان المولود. قلت و ما اسمه؟ قال سمي به ذلك الاسم الخاص قال سمي به ذلك الاسم و کنیه به جعفر، یعنی کنیه یعنی کنیته کانت ابا جعفر. خب الرواية التاسعة الرواية التي قلت لكم تتمسكون بهذه الرواية لأجل إثبات مذهبهم، مع أنه يوجد في هذا الاستدلال إشكالات متعددة سنذكرها الآن. خب هذا الرواية من كتاب القيبة للشيخ التوسي، كتاب القيبة للهجة صفحة 150، يعني نحن ننقل مباشرة من كتاب القيبة. صفحة 150 أخبرنا دققوا. خب في هذه المسألة الاعتقادية قلنا بما أننا في الاعتقادات يعني في غير الأحكام، حينما نريد أن نعتقد بشيء نريد أن نعتقد، نريد أن نعلم، نحتاج إلى علم، نحتاج إلى علم أو على الأقل إلى اطمئنان، إلى اطمئنان حتى نستطيع أن نتمسك به. خب شوفوا الآن هذه الرواية من أهم ما يتمسكون به. أخبرنا جماعة، خب يعني هذه الرواية وإن كانت صحيحة لا تنفعهم، لأنه رواية واحدة لا تفيد العلم. على أن هذه الرواية الآن نقرأ تشتمل على مجاهيل، لا مجهول واحد أو مجهولين، مجاهيل، أشخاص من رواة هذا الحديث مجاهيل، على أن مضمونه لا يدل على ما يدعونه. يعني يوجد في الرواية إشكال سندي وإشكال دلالي، فإشكال دلالي وما سيأتي إن شاء الله. أخبرنا جماعة، خب جماعة بما أنهم متعددون لا يلزم الفحص، يعني إذا كانوا متعددون ربما يوجب الاطمئنان. عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري هذا الرجل ثقة ماكو إشكال.
ولكن قلنا يعني هذا الرواية ولو كان جميع الرواة من الثقات لا تفيد علما. خب شوفوا من الآن عن علي بن سنان الموصلي، عن علي بن سنان الموصلي العادل. خب إن كان المراد من العدل يعني الشيخ الطوسي يوثقه يقول هو عادل، هو عادل، هذا يعني أنه لا يكذب. ولكن تدرون صرف العدالة لا يكفي. صرف العدالة لا يكفي، نحن نحتاج إلى وثاقة الراوي لا عدالة الراوي. العدالة لا تكفي. العدالة يعني أنه لا يتعمد الكذب وليس بمتعمد للكذب. ولكن خب ربما شخص لا يتعمد الكذب ولكن يخلط الأمور، يعني ضبطه ليس بجيد، لا يضبط الأمور على ما هي عليه، يخلط الأمور عنده. هذا لا يمكن الاعتماد إلى قوله. هو لا يتعمد الكذب ولكن ليس بالضابط. لهذا قلنا معنى الوثاقة هو التجنب عن الكذب، عدم التعمد للكذب، العدالة، و مضافا إلى الضابطية، يجب أن يكون ضابطا، يجب أن يكون ضابطا. على ما في بالي شوفوا في معاجم الرجال عمر بن عبد العزيز فيما سبق من الزمن السابق كان في بالي عمر بن عبد العزيز يقولون هو كان عدلا، يعني لا يتعمد الكذب، صادق صدوق، إلا أنه يخلط الأمور. لا يمكن الاعتماد على قوله. لا يتعمد الكذب ليس بحيث هو يفهم ويقول خلاف الواقع، لا، ولكن هو يفهم بصورة خاطئة، دائما يكون هكذا، ليس ضابطا. هذا لا يكفي. هنا بالنسبة إلى علي بن سنان الموصلي لم يرد في حقه توثيق، فقط هنا الشيخ الطوسي يقول العادل، ويقول السيد الخوئي يقول التوصيف بالعدل في مشيخة الشيخ الصدوق. هذا رواية يكون من كتاب الشيخ الطوسي، ولكن هو يقول في مشيخة الشيخ الصدوق قد ورد بالنسبة إلى أهل السنة. إذن أهل السنة ربما فيها يعني احتمال أنه يكون من أهل السنة إذن. خب عن علي بن الحسين عن أحمد بن محمد بن الخليل. خب هذا الرجل أحمد بن محمد بن خليل مجهول، في كتب الرجال لا أثر له. في كتب الرجال لا أثر له. عن جعفر بن أحمد المصري. هذا الرجل أيضا مجهول في كتبنا، في كتب رجالنا. نعم في هامش البهار ينقل عن لسان الميزان من كتب أهل السنة.
من كتب أهل السنة فقط ينقل. هو جعفر بن أحمد بن علي بن بيان بن زيد بن سيار فلان فلان نقول، إلا في النهاية يقول وكان رافضيا يسبه بالرفض، فقط هكذا، يعني لم ينقل له توثيق. هذا هو يعني علي بن سنان، أحمد بن محمد بن خليل، جعفر بن أحمد بن المصري، عن أمي الحسن بن علي مجهول، عن أبيه عن أبيه مجهول يعني الإسناد يشتمل على مجاهيل. عن أبي عبد الله جعفر، ينقلون عن الإمام الصادق عليه السلام. عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام، عن أبيه الباقر عليه السلام، عن أبيه ذي الثفنات الثفنة كما في حاشية البهار، الثفنة من البعير ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ بقلذ كالركبتين، بسبب كثرة السجود صار موضع سجوده كذلك. عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين، عن أبيه الحسين الزكي الشهيد الزكي الشهيد، عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خب قراءة، يعني إلى الآن في الإسناد يوجد أشياء، لا شيء واحد من الإشكال، يوجد أشياء. أما متن الحديث إن شاء الله في الجلسة القادمة سنقرأه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.